السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الإخوان والأخوات المغاربة. هذا الفيديو غنتناولوا فيه جوج المواضيع بعجالة. الموضوع الأول هو سفينة غاز من الجزائر كتتجه لإسرائيل، والموضوع اللي غندويو فيه دابا هو الأفريكوم، صفقات الجزائر. كلكم شفتوا الإعلام الجزائري الغبي، شفتوه كيروج لهذا الأفريكوم أنه انتصار عظيم وتقارب مع الولايات المتحدة الأمريكية وتعاون عسكري، مع العلم أنه هذا الأفريكوم ما عندها حتى شي علاقة مع شي تعاون عسكري. التعاون العسكري فهمتيني كيدوز من البنطاغون، وهاد الاتفاقيات اللي داروا الجزائر مع الأفريكوم أصلا ما دارش في البنطاغون وما عندها حتى صفة قانونية باش تكونوا فاهمين. ها هما كيقول لك الجزائريين كيقولوا لك الجزائر تقول لا للأسد الافريقي والافريكوم، وانا كنقول لكم وعلاش كنتو كتهللوا من الاول الافريكوم؟ علاش هللتوا ليها ملي نتوما كتقولوا لا؟ راه امريكان اللي ما عندها ما دير بكم، شافتكم فشله. ندوزو للموضوع الثاني اللي هو السفينه الليبيريه. هي السفينه الليبيريه تحملات بالغاز ديال الجزائر من بجايه وتوجهات لاسرائيل. هادشي حلال؟ ضروري الاعلام العربي خاصو يتناول هذه القضيه هذه. نتوما مقابلين غير المغرب، خصوصا الجزيره القطريه. الجزيره القطريه روجات الخبر كاذب بخصوص ميناء الدار البيضاء وميناء طنجه، وفي الاخير ديك الشركه الدنماركيه خرجات كتنفي داك كاع الخرافات والاساطير اللي كروجوا ليهم وما اعتذراتش الجزيره. وكنقول الجزيره حاليا اذا كنتي بصح كتكلم على المصداقيه، نشري لنا هذا الخبر. نشوفوا هاد السفينه ديال الغاز اللي مشات لميناء اسرائيل ديال مصداقيه، لكن لا ما داش يديروها. علاش؟ حيت هما خدامين كيضربوا فيك، كيهرسوا حاجه بحاجه. دابا عرفتوا علاش طلقوا الاشاعات على المغرب؟ باش يغطيو على هاد القضيه هادي. سياسه ديال الاخوان المسلمين اللي هما تابعين للكفار، باش تكونوا فاهمين هما تابعين للكفار، تابعين للمسيحيين بين قوسين. كيهرسوا لك حاجه بحاجه، كيهرسوا خبر بخبر. معروفين هما ديما بحال هكا، وكيموتوا على الاخبار الكاذبه. والمشكل انهم كيتبناو الاخبار الكاذبه وكانها حقيقه. دابا كندعو الجزيره القطريه اللي بغات تشوه السمعه ديال الموانئ المغربيه ان تتكلم على هاد الفضيحه هذه. سفينه غاز جزائر ديال ليبيريا محمله بالغاز الجزائري من بجايه لاسرائيل. خاصكم تتكلموا عليها ضروري، ولا ما تقدروش، ولا ماشي في الصراحه ديالكم. بالنسبه للجزائر فهمتيني راه ماشي شي ماده دسمه اعلاميا باش تكونوا فاهمين. عكس المغرب بالعانه كيحطوه لك في الصوره باش يدرقوا على تركيا ويدرقوا على قطر ويدرقوا على مصر، بعض المرات يدرقوا على الاردن، على الامارات. كيجيو كيضحيو المغرب. علاش؟ حيت المغرب ما عندوش اعلام قوي. كون كان عندنا اعلام قوي غنردوا عليهم حنا في البلاصه، ولكن الغالب الله ما عندك ما دير.